دوت بقى ملك الشركة، يعني الكود شخصيا ولا قانونيا مش بتاعك يا صديقي. الكود ممكن يوقف شركة. المهم يعني في موقع سنة 2012 بيقولك ان خطأ واحد بس ممكن يخلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. ان شاء الله باذن الله في الفيديو دوت هشارك معاك 5 حاجات عن البرمجة. انا بصراحة بنسبة 100% متأكد ان انت ما كنتش تعرف ولا واحدة منهم، ولو كنت تعرف يا عم واحدة منهم ممكن تسيب لي تحت تعليق في الكومنتات، بس انا بتحداكوا بنسبة 100% لاني عمري ما شفت حد على اي منصة من السوشيال ميديا يتكلم عنهم. فيلا بينا نبدأ. المعلومة الأولى معانا يا صديقي، وهو إن غلط واحد بس في كود ممكن يوقف شركة كاملة أو يخلي موقع يخسر ملايين الدولارات بمعنى الكلمة. طبعا أنا عارف هتيجي تقولي معلومة بديهية، هقولك لأ. أنت متخيل إن موقع بعد ما تمت برمجته ممكن يخلي شركة تخسر ملايين؟ هتيجي انت تقولي لأ مش فاهم انت تقصد ايه بالكلام دوت. اقصد اقولك ان خطأ واحد بس ممكن يخلي شركة او موقع تخسر ملايين. هتيجي تقولي طب انا عايز اثبات، انا ايه اللي يثبت لي ان انت كلامك صح؟ اقولك هي مش محتاجة اثبات، بس على العموم يعني في موقع سنة 2012 خسر 445 مليون دولار في 45 دقيقة بسبب حتة بج في كود كده ملوش 30 لازمة يعني، اما خسرهم العملية دي كلها. يعني البرمجة ممكن خطأ صغير فيها يودي في داهية ويسبب ملايين. عشان كده دايما الشركات بتركز على المبرمج المحترف. المعلومة التانية معانا يا صديقي، وهي ان لغات البرمجة مش ابدية. طبعا زي ما احنا عارفين دلوقتي اشهر لغات البرمجة اللي موجودة جافا سكريبت، سي بلس بلس، لغة بايثون. ولو حد داخل يتعلم طبعا عارفين الصراع اللي داير ما بين بايثون ولغة السي بلس بلس، محدش هينكر. بس معنى كلمة ان لغات البرمجة ابدية يعني مفيش لغة برمجة مستمرة للابد. يعني اللغات اللي احنا بنتعلمها النهاردة ممكن الاطفال دلوقتي اللي هم هيكونوا الاجيال القادمة تبص تلاقيهم بيتعلموا لغات تانية، ودوت اللي كان حاصل مع الجيل اللي قبلنا. في لغات هم كانوا بيتعلموها بتهيألي نادرا او شبه مستحيل تلاقي حد بيستخدمها دلوقتي. خلاص عودنا ايدينا على الاكواد واللغات المشهورة. فلازم تكون حاطط في بالك ان اللغة اللي انت بتتعلمها دلوقتي هي مش ابدية. بس ما تخافش، الكلام ده مش هيحصل يعني الا بعد عمر طويل، يعني ربنا يديني ويديك طولة العمر. الخطأ التالت معانا يا صديقي، وهي ان الكود مش مجرد ان انت تبني مواقع والعاب. الكود دوت بيكون خطر كبير جدا لو انت استخدمته في حاجة غلط، وممكن يقوم حروب. ايوه زي ما انا قلتلك كده، في حروب كتير جدا بتكون حروب سيبرانية وحروب الكترونية بسبب كود. الاكواد حرفيا ممكن تسبب كوارث، وديت بصراحة معلومة مش ببالغ فيها خالص. الكود لو انت ما استخدمتوش صح وبنية صافية واستخدمته اخلاقي ممكن يسبب لك كوارث. فقدر جدا اهمية البرمجة في الحاجات ديت، زي ما ليها استخدامات خير ممكن حد يستخدمها في الشر. فالبرمجة مهمة جدا، ومهم ان انت تتعلمها من وانت صغير، بس تمشي بيها طبعا في طريق الخير. كده بقى معلومتين، تعال ناخدهم يلا على السريع. الحاجة الرابعة معانا يا صديقي، واللي انا شايف بصراحة ان الرابعة والخامسة دول مهمين جدا، وهي ان الكود مش ملكك لو انت شغال في شركة. يعني ايه كلمة الكود مش ملكك لو انت شغال في شركة؟ يعني الكود اللي انت بتكتبه للشركة علشان خاطر تبني لهم ابليكيشن او تبني لهم ويب سايت دوت بيكون مش بتاعك. يعني طالما كتبته للشركة ما ينفعش تقول انا هاخده استخدمه بره. اديها لك بمثال بسيط شوية. انت مثلا دلوقتي وليكن يا عمي ترزي اللي جت في دماغي. لما الواحد بيتعلم الصنعة ديت لو راح يشتغل بيها مثلا في مصنع، المصنع دوت بيكون هو اللي موفر له المكن عشان خاطر يعمل عليه قماش. عمرك انت شفت ممكن ياخد المكنه دي معاه وهو مروح ويقولها فصل انا عندي حاجه في البيت؟ مستحيل. اهو الكود يا عم نفس الموضوع دوت. طالما شغال في شركه الكود اللي انت كتبته للشركه ما ينفعش تاخده معاك او تستخدمه لحد تاني. خلاص الكود دوت بقى ملك الشركة، يعني الكود شخصيا ولا قانونيا مش بتاعك يا صديقي. ودي معلومات انا اكتسبتها من ناس خبرة تانية، ومع العلم ان انا بديها لك علشان خاطر اكون صادق معاك ان انا منزلت، لاني حرفيا لسه بدرس في ثانوية عامة. بس كنت بجرب حظي على مواقع زي خمسات ومستقل واب وورك وفريلانس. بس دي حاجات انا بقولها لك عن تجربة ناس خبرة انا اكتسبتها منهم وعرفتها منهم، فحبيت اشاركها معاك.
المعلومة الخامسة يا صديقي، وبتهيألي برضك ان انا برضك شايف ان ديت مستحيل حد يكون اتكلم عنها، وهي ان البرمجة ادمان. الكل بيقولك ان انت تكره البرمجة، انا بقولك البرمجة ادمان. لو انت اتعلمتها صح وخليتها فعلا شغفك فهي ممكن تسبب لك ادمان. في ناس كتير جدا بيقعدوا بالساعات وبالايام ممكن ما يقوموش من على الكرسي وهم قاعدين بيكتبوا كود، ممكن تسبب لك ادمان زي الالعاب. وديت اللي الدراسات اثبتتها، قالت ان المبرمجين بيدمنوا الكود حرف. فانت تخلي بالك كده وتغير دايما من مكان قعدتك، لان لازم تخلي بالك ان البرمجة ادمان، زيها زي اي حاجة تانية ممكن تسبب لك ادمان عادي جدا. فلازم تخلي بالك، البرمجة مش سهلة. البرمجة عايزة واحد عقله حكيم جدا 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 يا صديقي. لو مهتم بالبرمجة والسايبر سيكيورتي عموما، ما تنسيش تعمل لي بقى فولو وتديني لايك الجميل بتاعك، وصلي بقى على النبي كده في الاخر، والسلام عليكم.